انا عندي حموضه. خد ده ممتاز وهيريحك على طول. انا جربته قبل كده ولسه تعبان. الدواء ده ممتاز جدا، فيه ماده فعاله قويه. طب هو بكام؟ يعني انا بشرح وهو كل اللي شغله السعر. قبل ما تبيع لازم تفهم مين اللي قدامك. ركز معايا، احنا مش بنبيع منتج، احنا بنبيع حل، بنبيع منفعة، بنبيع ارتياح. العميل مش بيشتري علبة، العميل بيشتري حاجة تريح له معدته، حاجة تنيمه مرتاح. علشان كده كل عميل ليه طريقة كلام معينة، وليه اللي يهمه يسمعه. ما تشرحش كل المواصفات اللي عن المنتج، اسمعه الأول، وعلى الأقل استعمل الوام تكنيك. اعرف هو مين اللي هياخد الدواء، والأعراض ايه، وبقالها قد ايه، واستعمل أدوية تانية ولا لأ، وهل هو اصلا ماشي على ادويه ولا لا. وبعدين قوله اللي هو محتاج يسمعه، واللي بيسأل اكتر يبيع اكتر. دي مش فهلوة، ده اسمه علم نفس البيع. وعادي جدا انك تعرض 10 مرات ويتقبل مرة واحدة، ما تخليش الموضوع ده يهزك، ده طبيعي جدا. اهم حاجة افتكر ان العميل محتاجك زي ما انت محتاجه، وان احنا بنتولد بخوفين بس، الخوف من الصوت العالي والخوف من السكوت. يعني نقدر نتخلص منها. حتى خوفك من البيع، المواجهة، الرفض، كل ده تقدر تتغلب عليه. بس لازم تبدأ تسمع، تفهم، وتبيع بعقلك مش بلسانك. لو استفدت من الفيديو ده اعمل فولو عشان تشوف بقية الفيديوهات أول ما تنزل.